السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على الكارديو وافضل وقت ان احنا نلعب فيه كارديو في رمضان. الحلقة دي بقى هنتكلم على هل فعلا احنا مضطرين نخسر كتلة عضلية في رمضان، او هل تمرين الجيم او تمرين الحديد في رمضان بيتأثر فعلا بالصيام بالسلب؟ تعالوا نشوف. خليني قبل ما نبدأ نتكلم على تدريبات المقاومة او ريزيستنس تريننج او جيم تريننج نتكلم على جزء صغير قوي مرتبط بالكارديو. دي دراسة نشرت سنة 2018 في جي ميديكال ساينتفك سبورتس، وحللت 46 دراسة مرتبطة بالتوبيك بتاع البري اكسرسايز فيدنج، يعني الأكل قبل التمرين في حالة الكارديو بيأثر على الأداء ولا لأ؟ ولقيت إن فعلا الأكل قبل التمرين بيأثر على الأداء لو مدة الكارديو مدة طويلة، يعني بنتكلم على مدة أطول من ساعة، بس ما كانش ليها تأثير خالص في حالة إن أنت اتمرنت صايم أو اتمرنت وأنت اكل او بري اكسرسايز فيدنج لو مده التمرين كانت قصيره. يعني برضو ده نفس الكلام اللي قلناه في اول حلقه، ان تقريبا مفيش فرق ما بين التمرين في حاله الكارديو وانت صايم او انت فاطر. لو مده الكارديو مش هنقول حتى ساعه، هنقول لو مده تمرين الكارديو مده قصيره. نسيبنا بقى بالكارديو ونخش على الجيم تريننج او الويت تريننج اللي بيفرق مع اغلبنا. من اشهر الدراسات اللي اتعملت على الموضوع ده دراسه نشرت سنه 2013 في جورنال اوف انترناشونال سوسايتي اوف سبورتس نيوتريشن. المميز في الدراسه دي ان هي فعلا اتعملت على لاعبين كمال اجسام مسلمين، وصاموا فعلا 16 ساعه في صيام رمضان، صيام كامل، وبين مجموعه ثانيه ما كانتش بتصوم او مجموعه فتره. وكانت النتيجه مفاجاه نوعا ما، ان فعلا ما كانش في فرق بين التريننج فوليوم او الحجم التدريبي ما بين المجموعه الصايمه والمجموعه الفتره. مش كده بس، ده المجموعه الصايمه قدرت تحافظ على ال1 ار ام، او ان هي اقصى وزن بتقدر تشيله. في دراسه ثانيه كمان لكينان اند كوليجز سنه 2020 لقيت ان اللاعبين قدروا يحافظوا على اللين بودي ماس او على الكتله العضليه الصافيه اثناء الصيام المتقطع، بشرط ان هم كانوا دامجين تمرينات المقاومه. ركزوا في الكلمه دي قوي، كانوا دامجين تمرينات المقاومه مع الصيام. مش بس كده، دول قدروا كمان يخسروا دهون. يبقى هنا فكره انك تتمرن في رمضان دي فكره مهمه جدا عشان تحافظ على الكتله العضليه. هقول لك على شويه حاجات بس هتساعدك انك ما تخسرش كتله عضليه او هتقلل معدل خساره الكتله العضليه. اولا حاول ما تتمرنش بدري، بلاش جو المعاناه وانك تتمرن 10 الصبح في رمضان. والله معاناتك مش معناها ان انت هتتطور اسرع في التمرين. حاول تتمرن في اقرب وقت للفطار، لان البروتين بوست ورك اوت سناك بتاعتك هتعني كثير جدا لعضلاتك. الحاجه الثانيه، مفيش مشكله لما تقلل حجم الوحده التدريبيه او شده الوحده التدريبيه. التابرنج او تخفيض الحمل دي حاجه موجوده في كل برامج التدريب اللي موجوده في العالم. طب لو انت رياضي ومستوى منافستك عالي، طبيعي هقول لك اتمرن بعد الفطار بمده كافيه، مش اقل من 3 ساعات مثلا، ساعتين 3، يفضل 3 عشان تقدر تتمرن. الحاجه الاخيره، لو عايز فعلا ما تخسرش كتله عضليه نهائيا في رمضان، اعمل لايك وفولو وشير، واستنوني الفيديو الجاي اقول لكم ازاي ما تخسرش كتله عضليه. سلام عليكم.